السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم فطائر بحشوه مالحه كيجيو لذاذ بزاف والعجينه كتجي قطنيه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. غنحتاج لها في المقادير: عندي كاس ديال الحليب، المهم مجموع ديال السوائل هي 300 مليلتر. تقدروا ديروا الحليب كامل وما ديروش الماء. غنديروا 2 معالق كبار ديال زيت العود اولا زيت الزيتون. عندي شويه الملح، معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال السنيده، بيضه وحده. غنحتاجو البياض في العجينه والصفر غنخليوه الدهين، وغنحتاجو الطحين اللي غنجمعو به الخليط. بالنسبه للحشوه غنحتاج صلصه الطماطم اللي كنت حضرتها معكم من قبل. عندي الطون، الفلفله، الزيتون، وغادي نحتاج في الاخير الفرماج، موتزاريلا. والحشوه كتبقى على حسب الاختيار. غادي ناخذ زلافه ندير فيها الحليب. كما قلت لكم انا هنا ما بين الماء والحليب دايره 300 مليلتر. تقدروا ديروه كامل حليب، تقريبا ربع زايده شويه. غنضيفوا السنيده، غنضيف الخميره، غادي نخلطهم شويه ونضيف عليهم شويه طحين، تقريبا نص كاس. كيتخلطوا ليا مزيان، وغادي نغطيهم ونخليهم واحد 5 دقائق على ما كترتاح الخميره. بعد ما ارتاحت غادي نضيف بيض بيضه، كنحتفظ بالاصفر الدهن كما قلت لكم. غادي نضيف الزيت، وغادي نضيف الملحه، غنخلطهم حتى كيتخلطوا مزيان، وغنبدا نضيف الطحين بشويه حتى كنحصل على العجينه تكون رطبه. ها هي العجين من بعد ما جمعتها كيف كتشوفوا كتجي رطبه. غادي نغطيها ونخليها كتخمر على خاطرها، وغندوز باش نشحر الفلفله. غنجيب مقله كندير فيها شويه ديال الزيت، غادي نضيف عليها الفلفله، وكنضيف عليها شويه الملح والبزار وكنخليها كتشحر. صافي من بعد ما تشحرات غنحطها على جنب وندوز باش نكمل العجين. هي من بعد ما خمرات كنحيدها من الزلافه وكنديها ونجيبها بين يديا باش كنخرج منها الهواء اللي فيها، ونقطعها على شكل كرات تكون قاده في الحجم. تقريبا انا هاد العجينه خرجت لي ما بين 16 حتى 17 وحده على حساب الحجم اللي بغيتو نتوما. غادي نكوروها ونديروها في لاطه. نوريكم الكره قداش اللي درت بهذا الحجم تقريبا.
غادي نحطها في لاطا وكنبسطها شويه بيديا. وغادي نجيب كاس كنضغط عليها في الوسط باش كيطلعوا الجوانب. هاد العجينه كنخمروها غير مره واحده، المره الثانيه ما كنخليوهاش تخمر، كنخدموا بها مباشره وكندخلوها للفران. كنبسطوها شويه بصباعنا بحال هكذا. صافي من بعد ما كملت كنتقبها باش ما تنفخش بزاف. وغادا نجيب صفارة البيض اللي خليته كنديرو مع شويه ديال صلصه الصوجا ونقيطه ديال الخل وكندهن به الجوانب. نرشهم بالزنجلان اولا ببودور الخشخاش. وكنجيب الصلصه ديال الطماطم كنديرها الوسط. حشوه كما قلت لكم كتبقى على حساب الاختيار، اللي عندو الدجاج اولا الكفته يديرها. كندير الفلفله، غادا ندير الطون، وكنجيب الزيتون كنزين به في الوسط. واخر حاجه غنديرها هي الفرماج، غنجيب فرماج محكوك كنزين به من الفوق وغندخلهم. انا قلت لكم مره ثانيه ما كنخمروهمش، كنخمروهم غير مره واحده. كندخلهم مباشره للفران، كنشعل عليهم حتى كيتحمروا من التحت وكنهبطهم باش يتحمر لهم الوجه ديالهم. كنحاولوا نديروا فرماج غير في الوسط. انا كما قلت لكم من بعد ما كملتهم غندخلهم للفران مباشره، غنخليهم حتى كيطيبوا ويتحمروا ومن بعد ما نخرجهم غادي نوريكم الشكل ديالهم كيف جا. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفران. كيجيو محمرين وكتجي العجينه رطبه. كنتمنى يعجبوكم، وإلا عجبوكم اشتركوا معنا في القناه وخليوا لنا لايك وتعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه مقبله.